تعرف ان فيلم اتش دبور لاحمد مكي هو نفس فكره فيلم ابن عز، هو نفس فكره فيلم الاولى في الغرام لهاني سلامه. تعالوا بقى نتكلم في الفيديو ده عن الافلام المصريه اللي فيها تيمه سينمائيه متشابهه مع بعض. اكشن. طيب، في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الافلام المصريه اللي كلهم بيتكلموا عن نفس التيمه، واللي الافلام دي اتعملت بنفس القصه ولكن بطريقه سرد مختلفه او بممثلين مختلفين. اول نموذج معانا للقصه دي هو نموذج فيلم اتش دبور لاحمد مكي، وفيلم ابن عز، وفيلم الاولى في الغرام. طيب، اللي شاف فيلم اتش دبور لاحمد مكي هو بيتكلم عن تيمة البطل اللي هو الغني اللي معاه فلوس كتير، ولكن بيحصل له أزمة مادية كبيرة فبيضطر إن هو ينزل من الطبقة اللي هو عايش فيها كطبقة غنية، ويضطر إن هو يعيش مع الطبقة الأقل منه في المستوى، وبيكتشف من خلال الرحلة دي إن هو إزاي يبقى راجل ويقدر إن هو يتحمل المسؤولية والكلام ده كله. طيب، اللي شاف فيكم فيلم اتش دبور هيلاقي إن نفس القصة دي هي نفس قصة فيلم ابن عز لعلاء ولي الدين الله يرحمه. إن هو برضه كان شخص غني والكلام ده كله، وبيحصل مشكلة كبيرة جدا عنده مادية، فبيضطر إن هو يبقى مطارد من الحكومة والحكومة بتدور عليه وإن هو ممكن يتحبس، فبيضطر إن هو يروح في طبقة شعبية تانية خالص ويعيش معاهم لفترة وبيتعلم منهم حاجات كتير جدا. والمفارقة بقى اللي أجمد من كده كمان إنه هتلاقي إن أحمد مكي أصلا كان طالع وعامل دور صغير جدا جدا في فيلم ابن عز. فأعتقد إن الفكرة أو التيمة دي كانت فضلت في دماغ أحمد مكي فترة طويلة جدا، إنه قرر بعد كده إن هو لما يبقى بطل إن هو يعمل نفس التيمة دي. واللي خلى ساعتها الممثل أحمد فهمي هو كمان اللي يكون كاتب السكريبت للقصة دي، لأن أحمد فهمي وقتها كان سيناريست قبل ما يكون ممثل يعني، أو كان أعتقد بدأ يمثل بس خد خطوات صغيرة جدا زي فيلم ورقة شفرة. نيجي بقى الفيلم الأولى في الغرام بتاع هاني سلامة. فيلم الأولى في الغرام برضه هتلاقيه بنفس التيمة، إن هو فكرة الشاب الغني المستهتر اللي عايش حياته على كيفه، ولكن بتحصل له مشاكل إن هو هيقرروا إن هم يحجزوا على شركته والديون والكلام ده كله، فبيروح لعمه عشان يساعده، فعمه ما بيرضاش يساعده. وبنكتشف في الآخر برضه إن عمه هو اللي يعني عمل كل القصة دي عشان ابنه يعني يمشي مستقيم ويلتزم ويبقى شخص كويس في الحياة. يمكن الأولى في الغرام التيمة بتاعته مختلفة شوية عن اتش دبور أو ابن عز، ولكن هي كلها نفس تيمة البطل اللي بيحصل له يعني انزلاق كده في الطبقة الاجتماعية بتاعته، ولكن من خلال ده بيتعلم حاجات كتير. نيجي بعدها لفيلمين تانيين برضه هم نفس التيمة يعتبر، ولكن بشكل مختلف، وهما فيلم سهر الليالي وفيلم عن العشق والهوى. طبعا كل الناس اللي اتفرجت على فيلم سهر الليالي عارفين كويس قوي ان الفيلم بيحكي عن 4 شخصيات لاربع ازواج، كل واحد فيهم عنده مشكلة في علاقته مع مراته بشكل ما عدا طبعا شريف منير وعلا غانم ما كانوش متجوزين. ولكن الفيلم بيتكلم عن فكرة العلاقات بشكل عام سواء متجوزين او غير متجوزين. وطبعا السقا لما شاف الفيلم ده كان معجب بيه جدا وكان غيران وكان حاسس ان هو نفسه يعمل حاجة زي كده، وحتى حكى في برنامج صاحبة السعادة ان هو نفسه يعمل حاجة عن فكرة العلاقات. فخلى المؤلف تامر حبيب وهو نفس المؤلف اللي عمل سهر الليالي، خلاه يعمل له فيلم تاني بنفس التيمة، ولكن مش باختلاف بقى الشخصيات اللي هم 4 شخصيات، هو كلهم كان شخصية يعني شخصية واحدة اللي هي شخصية عمر اللي بيعملها أحمد السقا في الفيلم. ولكن بيمر هو عمر ب3 علاقات: علاقته مع منى زكي اللي كان بيحبها في الأول وسابها، وبعد كده علاقته بالجوازة التقليدية اللي هو اتجوزها مع بشرى، وعلاقته بعد كده الحبيبة بقى اللي هي حبها بعد كده اللي هي منة شلبي. فهو برضو الفيلم يعني يعتبر ده نفس تيمة سهر الليالي، ان هو بيحكي عن 3 علاقات مختلفة، لكن سهر الليالي كان 4 علاقات ولكن ده كان 4 شخصيات وده نفس الشخصية، ولكن هتلاقي الفيلمين نفس التيمة. نيجي بعدها للفيلمين اللي بعدهم، وهما فيلمين يمكن اتعملوا في فترتين زمنيتين مختلفتين، واحد في الثمانينات وواحد في سنة 2011 تقريبا، وهو فيلم غريب في بيتي لنور الشريف، وفيلم بيبو وبشير بطولة آسر ياسين ومنى شلبي. برضو لو اتفرجت على الفيلمين دول هتلاقوا بالظبط ان الفيلمين دول نفس التيمة. ازاي؟ انه فكرة انه كان هما الاتنين بيتخانقوا على الشقة، وان هما الاتنين عايزين يسكنوا في نفس الشقة والكلام ده كله، وبعد كده بتحصل ما بينهم قصة حب. ده اللي حصل في فيلم غريب في بيتي، وده برضو اللي حصل في فيلم بيبو وبشير. الاتنين في الاخر حبوا بعض وقرروا ان هما يعيشوا مع بعض في نفس الشقة. في بقى فيلمين تانيين ودول مش فكرة ان هما نفس التيمة، ولكن اعتقد ان دول في نفس العالم السينمائي وبيكملوا بعض كمان بشكل او باخر يعني. وهما فيلمين بحب السيما وفيلم بالالوان الطبيعية.
اللي هيتفرج على فيلم بحب السيما وفيلم بالالوان الطبيعيه هيكتشف ان ازمه البطل في الفيلمين هي نفس الازمه، ان ده طفل موجود في اسره متزمته دينيا شويه، ولكن هو بيحب السيما ونفسه يروح السيما ونفسه ان هو يتفرج على الافلام ده من وهو صغير. لما بنتفرج بعد كده على فيلم بالالوان الطبيعيه بنحس ان هو جزء تاني للفيلم ونفس امتداده ونفس التيمه، ان هو شاب رسام بيحب الرسم، نفسه يدخل كلية الفنون الجميلة، بيلاقي طبعا معارضة كبيرة من والدته لأن أبوه متوفي، ولكن بتكون معارضة إن هو يخش الكلية دي وبتحس إن هو فشل ومش عايزاه خالص إن هو يكون رسام. وغير كده كمان بنشوف كل الناس اللي حوالين شخصية يوسف أو كريم قاسم في الفيلم إن هو بيحاول يكون فنان، وكل المجتمع وكل الحاجات اللي حواليه ضده، سواء في الكلية أو سواء مع عيلته أو سواء حاجات كتير جدا. دول برضو فيلمين بيعملوا نفس التيمة او بيلعبوا على نفس التيمة، ولكن بشكل جميل جدا 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 جدا. وانا بشوف ان هما امتداد لبعض، ان شخصية نعيم في بحب السيما ده وهو صغير، وشخصية يوسف في بالالوان الطبيعية هي الشخصية بتاعت نعيم دي بس بعد ما كبر. يعني بس مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، في افلام كتير جدا. اكتبوا لي في الكومنتس ايه الافلام اللي انتوا حسيتوا ان فيها تيمة سينمائية شبه بعض كده وبيتكلموا عن نفس الموضوع ولكن باختلاف الفيلم وباختلاف الممثلين. اشوفكم في حلقة جديدة، سلام.